السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم جميعا. انا بادئ الفيديو من بره المزرعة. تمام. حابب اوريكم بس ان اللي عاوز فعلا يربي طيور او عايز فعلا يعمل حاجة ان شاء الله هيعمل بأقل الامكانيات. مهما كانت الامكانيات محدودة نقدر ان احنا يعني نسهل الدنيا ونذلل الصعوبات دي، بحيث ان احنا نستفيد بأقل الامكانيات ونقدر نعمل حاجة ان شاء الله. يعني ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. دي مزرعتي الصغيرة اهي. تمام. المزرعة مش كبيرة، المكان ضيق، الحركة صعبة. كل ده حقيقة، بس الحمد لله حققنا ولو جزء صغير من الهدف اللي احنا عايزين نحققه. الفيديوهات اللي فاتت ما شاء الله اتكلمنا عن التغذية وزهقنا كلام عن التغذية، ويعني تقريبا قلنا كل حاجة عن التغذية. يعني لو هنزود حاجة بس نزود القرفة. القرفة حاجة جميلة جدا، ممكن نضيفها على الأكل الطري، القرفة المطحونة. تمام. دي مزرعتي اهي. تمام. الناحية دي طبعا انا قافلها بمشمع بس عشان آه، ما تضيقش البلكونة او ما توسخش البلكونة. تمام. لكن الناحية التانية لسه ما اتقفلتش. طبعا انا فكرت في الفكرة دي ان انا اعمل المزرعة هنا واقفلها كلها سلك زي ما انتم شايفين بباب كده. وما شاء الله الدنيا ما شاء الله كويسة ومظبوطة وماشية كويس معايا. المكان ضيق، الحركة صعبة فعلا، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى مزرعة كبيرة بعد كده بإذن الله. تمام. دي برضو معايا الادوات اللي انا بستخدمها اهي، الشيلات والاكل وشكاير الاكل اهي ما شاء الله. تمام. كل الادوات اللي انا بستخدمها بادوات النظافة بكل حاجة. تمام. طبعا زي ما انتم سامعين صوت القرآن ما شاء الله. انا عندي القرآن شغال على طول في المزرعة. نبدأ بعد كده بقى نخش المزرعة. طبعا انا عملت القفص ده كده مسار ما شاء الله، عشان افطم فيه الزغاليل دي قبل ما انقلها مع المطار الكبير، عشان يعني ايه ياخدوا راحتهم كده في الفطام. مفيش حاجة تضربهم، مفيش حاجة تضايقهم وكده. اتكلمنا عن التغذية وقلنا ان دي اهم حاجة في الهواية، وديت يعني من اول الحاجات اللي لازم نبقى احنا شطار فيها عشان نبقى شطار في الهواية ان شاء الله بإذن الله. بعد ما اتكلمنا عن التغذية هنتكلم عن شوية حاجات كده النهاردة، حاجات تعتبر مهمة وأساسية. أول حاجة منها مثلا الإضاءة. احنا دلوقتي الساعة حوالي 10 الصبح، بس زي ما انتم شايفين أنا مزود إضاءة في المكان. أدي بسم الله ما شاء الله، دي لمبة، اتنين، تلاتة، وكلها لمبات ليد قوية. تمام. أربعة، خمسة. تمام. وفي لمبة برا المزرعة عشان لو أنا هشتغل بالليل أعمل حاجة يبقى أنا عندي نور برا برضه أقدر أشتغل فيه. طيب الإضاءة دي أهميتها إيه؟ طبعا زي ما انتم شايفين انا فوقي ستارة وفوقي دور. آه، الاضاءة مش كافية عندي، يعني الاضاءة اللي واصلة من نور ربنا، الاضاءة مش كافية. تمام. فكان لازم الواحد يزود اضاءة بحيث ان الطير يوصل له الاضاءة الكافية. زي ما انتم شايفين انا بصور اهو في المكان. لازم الاضاءة تبقى مناسبة، العصفور ما يحسش ان هو مخنوق من الضلمة، يقدر يتحرك كويس. تمام. يقدر يبقى الدنيا معاه كده واضحة، مفيش معاه مشكلة في الإضاءة. تمام. طبعا أنا موزع اللمبات بحيث إن هي تغطي المزرعة كلها، يبقى كل الإضاءة في المزرعة واحدة إن شاء الله. تمام. دي كان بالنسبة للإضاءة. الإضاءة إحنا بشغل الإضاءة في الموسم 14 ساعة. أنا بشغلها من الصبح مع نور ربنا كده من 6 الصبح مثلا لحد الساعة 8 بالليل تقريبا. فبشغل الإضاءة 14 ساعة، وبشغل لمبة صغيرة، لمبة واحدة بس بالليل.
دي بتبقى إضاءة بالليل، إضاءة خافتة، مجرد بس إن العصفور يعني يبقى شايف ملامح الدنيا حواليه، يقدر يتحرك، لو حاجة هيتأكل، لو حاجة معاها زغاليل، لو الكلام ده، يبقى ما شاء الله الدنيا إيه برضو مش ضلمة كحل. مع الإضاءة اللي جاية من العمود في الشارع، فبتبقى الإضاءة بالنسبة لي كده كافية للطير. ما شاء الله الطير لما بيبقى الإضاءة معاه كويسة بيبقى الطير نشيط، بيتحرك كويس. تمام. إيه، فالإضاءة حاجة مهمة إن إحنا نوفرها للطير. ما ينفعش الطير يتحط في مكان ضلمة ليل ونهار. تمام. لأن الإضاءة دي بتظبط حاجة اسمها الساعة البيولوجية عند الطائر. الساعة البيولوجية عند الطائر دي إن هو بيقدر يحدد الأيام، ويقدر يحسب الأيام عن طريق الليل والنهار. فأنا لازم أخليله الإضاءة مظبوطة نهار وليل، مع النهار الطبيعي والليل الطبيعي. مع النهار أزود له الإضاءة، ومع الليل أقلل له الإضاءة، حتى لو مفيش إضاءة خارجية تساعده، وأنا عامل الإضاءة كلها داخلية، أو أنا معتمد على إضاءة بالكهرباء. لازم أنا برضو أظبط عدد ساعات الإضاءة. ده شيء مهم عشان أنا أظبط الساعة البيولوجية عند الطائر، يبقى الطير مظبوط، ما يفضلش الطير يخش في قلش، ما يفضلش الطير الأنثى تعرف تحسب عدد الأيام وهي راقدة على البيض. الكلام ده كله مهم جدا بالنسبة لنقطة الإضاءة. فهي الإضاءة مش مجرد إن أنا بس بنور للعصفور، لا طبعا أنا بنور للعصفور لأهداف كتير. تمام. إحنا مع بعض لسه، خليكم معايا. طيب، اللمبات القوية اللي انتوا شايفينها دي، تمام، دي إضاءة لونها أبيض، اللي هي إضاءة النهار. العصفور لما بتبقى عنده الإضاءة كويسة، تمام، بيقدر هو يأكل كويس، يقدر يتحرك كويس، يقدر يبقى نشيط. ما يبقاش العصفور واقف خملان، يبقى العصفور واقف فايق كده ما شاء الله. تمام. فكل الحاجات ديت مهمة بالنسبة لنقطة الإضاءة. تاني نقطة، طبعا أنا حطيت الأكل الطري. العصافير كلها ما شاء الله عندها أكل طري، كل الطيور اللي هي الطواجن اللي جوه دي أنا بحط الأكل الطري. يعتبر بوزعه مثلا يوم جزر، يوم بيض بالبقسماط، أو يومين بيض بالبقسماط، يومين مستندد كده يعني، حوالي 5 أيام في الأسبوع، طالما احنا في فترة ايه، في فترة شغل. طبعا أنا هنا السلك أهو حاطط فاصل بين الطير والسلك عشان ما يتكهربش، لأن الطير ممكن مش فاهم، ممكن يعضعض في السلك ده، فيعني لا قدر الله يحصل حاجة تموت الطائر. فطبعا احنا لازم ايه، لازم نحمي الطير بتاعنا. طالما في سلك معدي او كده، لازم السلك زي ما انتم شايفين كده يبقى بعيد عن الطير خالص، ميبقاش ملامس للقفص بتاع الطير. دي بالنسبة للإضاءة. طبعا الإضاءة كلها خط واحد، خط كهرباء واحد، تمام، بحيث إن هي تشتغل مع بعضها. والحمد لله يعني أنا شايف إن الإضاءة دي كده كويسة جدا في المزرعة. تمام. الطير بيبقى واقف سيء، الطير واقف كويس، الطيور هي كلت اهيت وبعد الأكل طبعا اهي الطيور ريحت بعد الأكل. الأكل عند الطير ما شاء الله أنا مقدم لهم النهاردة جزر، الجزر حاطط عليه مورينجا، وحاطط عليه شوفان، وحاطط عليه البهارات بتاعتنا، القرفة والجنزبيل والكمون. تمام. قدمنا جنزبيل وقرفة، ما نقدمش بقى كركم، يعني يا كركم يا جنزبيل مع رشة ملح كده، ممكن برضو عصرة ليمون عشان البرد. كل الكلام ده مهم جدا. تمام. مع الجزر طبعا مقلبه في بودر بقسماط وحلبة مطحونة مع حبوب الطاقة مع المورينجا، ما شاء الله وجبة زي الفل. طبعا الجزر فيتامين سي عالي، فبرضه هيفرق معايا ان هو ايه، يريح الطيور ويزود مناعتهم عشان يقاوموا البرد. تمام. لان الجو طبعا بالليل انا زي ما انتم شايفين اهو، ده سلك لسه مفيش عليه اي حاجة، فطبعا السلك ده بيبقى الجو برد بالليل، بس هما طالما احنا ثبتناهم على درجة حرارة معينة خلاص الدنيا زي الفل. اهم حاجة ان الطير يتعود على درجة الحرارة دي. لحد ما الجو بيشد جامد ببدأ اقفل السلك.
وما نيجي برضو نظبط التهوية او نقفل السلك هنوريكم بنعمل ايه ان شاء الله. تمام. يبقى ده اول حاجة اتكلمنا عنها الاضاءة، تاني حاجة التهوية. تمام. زي ما قلنا انا بقفل الناحية اللي ناحية البلكونة، سايب الناحية دي بس بحيث ان ميبقاش في تيار هوا، والناحية التانية دي مقفولة اهي. تمام. فكده انا مفيش عندي تيار هوا، كده تيار الهوا داخل من مصدر واحد. وعشان انا يعتبر انا في دور اول علوي، فالهوا مش شديد، يعني مفيش عندي تيارات هوا. ولو في تيارات هوا تمام بنبدأ بقى نقفل الايه السلك ده. لكن الهوا مش شديد لان انا قدامي بيت، فيعتبر التهوية مظبوطة يعني. التهوية مهمة جدا. تمام. اي شوية هوا ممكن عصفور ياخد لطشة برد، وان شاء الله الحمد لله الاكل بتاعنا بيظبط الدنيا. خلاص بقى احنا ايه زهقنا كلام عن التغذية. الحمد لله انا شايف ان احنا يعني قلنا اللي نحتاج يعني نقوله كله عن التغذية اتقال الحمد لله. تمام. يبقى بعد الإضاءة وبعد التهوية العصفور محتاج ايه؟ تمام. العصفور محتاج قفص. تمام. القفص دوت يكون انا بجيب القفص كلها مربعة او سلكة. ان شاء الله بعد كده باذن الله هنجيب سلكات كبيرة، نغير بقى نبدأ نشيل القفص دي نجيب سلكات كبيرة باذن الله. السلكة بيبقى فيها وقفة خشب زي دي كده. تمام ما شاء الله. وقفة خشب ثابتة هنا اهي، بيبقى فيها المسقة بيبقى فيها الأكال. طبعا احنا الحمد لله بدأنا نعتمد على الأكلات الخارجية. الأكلات الخارجية دي أنضف، بتوفر معايا في المجهود، بتوفر معايا في تقديم الأكل، بتوفر معايا في إن الأكل ما يتهدرش، العصفور ما يوسخش الأكل. كل الكلام ده الأكلة الذكية دي بتعمله. حتى لو في أكل أنا بشد الدرج ده، لو في أكل الطير وقعه أنا بشد الدرج ده كده. تمام. بيبقى فيه القشر، لو في أكل أنا بنفخه وأحطه تاني للطير، فالحمد لله ما بيهدرليش أي أكل. تمام. الطير ما بيقدرش يوصل للأكل يتبرز عليه أو يعني يبقى فيه عليه فضلات. فالأكل معايا يبقى نضيف، الأكل معايا بيبقى باستمرار أنا برضه بقلبه وبنفخه والكلام ده، فالدنيا معايا بتبقى مظبوطة إن شاء الله. وكده أنا مش محتاج أحط لهم مثلا خلطة الحبوب دي إلا كل يومين تلاتة، لأن الأكلة ما شاء الله بتكفي معايا الطير يومين تلاتة. ده للمكان اللي المفروض ان الطير يبقى موجود فيه. هو محتاج قفص زي ده كده، قفص بيبقى متثبت، ما ينفعش نحرك القفص بتاع الطير، لازم القفص يبقى مكانه ثابت، الوقفة تبقى ثابتة جدا عشان التزاوج. بعد كده المسقة، طبعا انا اشتغلت بقى كل الاقفاص او كل العيون بمسقة كبيرة. تمام. المسقة الكبيرة افضل في فترة الانتاج. تمام. لان لو الطير معاه زغاليل ما شاء الله بيشرب كمية مية اكبر، فانا بحط المسقة الكبيرة دي برضه عشان اوفر مجهود معايا، مغيرش المية كل يوم، اغيرها يوم ويوم مثلا عشان ظروف شغلي وكده. تمام. الطواجن اللي جوه دي انا بجيب الطواجن دي بقدم فيها الاكل الطري، طبعا بتتنضف كل فترة. هي الطواجن دي ده نفس الاكل الطري اهو، جزر بالمورينجا بالشوفان بحبوب الطاقة بالبودر. تمام. انا ما بحطش زي ما انتم شايفين، الاقفاص عندي ما فيش فيها ما شاء الله ما فيش فيها محار. تمام. انا بشتغل بالبيض بالبقسماط وبشتغل بالصدف. هنتكلم بعد كده عن البياضة. بياضات ما شاء الله انا جايب بياضات كبيرة. تمام. حتى دي البياضات القديمة، في لسه بياضات اكبر من كده ان شاء الله. البياضة لازم يبقى حجمها مناسب. تمام. اهي ليه حجمها مناسب؟ عشان الطير يبقى واخد راحته جوه البياضة. تمام. حتى لو استرالي يبقى الطير واخد راحته جوه البياضة. الزغاليل بعد كده اما تفقس ان شاء الله، الزغاليل ما تدوس على بعضها، الزغاليل الكبيرة ما تموتش الزغاليل الصغيرة. فلازم احنا نبقى ايه نشتغل من الاول ببياضات كبيرة، نفتح البياضة سوا كده. طبعا انا يعني لازم حتى لو مفيش بيض انا برضو لازم اخبط كده ما اقلقش النتاية. هي النتاية طلعت بره اهي. تمام. ده الصدف اهو. لو جينا نبص على القفص على البياضة كده انا حاطط فيها صدف، ده اللي انا بفرشه في البياضة. هي النتاية بتخش تنعم الصدف ده وتبيض فيه. الصدف قلنا ان الصدف كالسيوم، الصدف مضاد للرطوبة، بيمتص اي رطوبة. تمام. يبقى الصدف مهم معايا في انه
بص النتاية اللي فوق ما شاء الله، شايفين بتنعم الصدف ازاي؟ هي بتبدأ تنعمه كده، بتاكله. تمام اهو. يعني لو جينا نبص على ده حتة صغيرة خالص، لو جينا نبص على اللي تحت لسه كبير اهو، لأن النتاية لسه مبدأتش تعمل عش. هي بتمسك الصدف ده تكسره، بتاكل منه، وفي نفس الوقت بترقد عليه، بتبقى البياضة معايا نضيفة. بيبقى بالنسبة لهم تغذية أو كالسيوم. فده بالنسبة للبياضة. يبقى احنا جهزنا المكان، ظبطنا الإضاءة، ظبطنا التهوية، ظبطنا التغذية، القفص مناسب، الوقافة مناسبة، تمام، أكلة مناسبة، مسقة مناسبة. بعد كده جبنا لهم بياضة حجم مناسب، فرشناها صدف. وطبعا في ناس كتير يعني ما بتفرش صدف، لا أنا بفرش صدف، والحمد لله أنا شغال بالصدف من أيام الحمام الزاجل، من قبل ما أبدأ أربي طيور. تمام. والحمد لله الصدف معايا زي الفل، لا بيعمل حاجة في البيض ولا بيعمل حاجة في الطيور، بالعكس الطيور بتحبه وبتاكله. بعد كده بلاقيه بقى ناعم خالص. يعني طول ما الأنثى قاعدة في البياضة بتفضل تنعم فيه. ده بالنسبة للتربية كحاجات أساسية لازم نبقى عارفينها في التربية. تمام. إن إحنا يعني نوفر لهم المتطلبات الأساسية عشان يبقى فيه إن شاء الله إنتاج. أنت وفرت الكلام ده مع التغذية، مع التغذية المناسبة والتغذية الصح، إن شاء الله يبقى فيه إنتاج بإذن الله. ده كان فيديو النهاردة بسيط كده عن عن الأساسيات في التربية، أو إيه الحاجات اللي إحنا محتاجينها عشان نقدر نقول إن الطير بإذن الله بتاعنا هيشتغل كويس ومش هيبقى في أي مشاكل بإذن الله. النظافة طبعا مهمة، يعني الواحد لو بيأثر في النظافة فغصب عننا عشان خاطر ضغط الشغل بس والوقت. الحمد لله يعني والله الواحد مفيش أي وقت فعلا إن هو يوفره، بس نقدر على قد، يعني بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا برضو ما نقصرش معاهم. تمام. شايفين الذكر ما شاء الله بينادي على الأنثى ازاي أو بيلعبها ازاي الأنثى جوه. الأكل بيفرق جدا مع الطير، المكان والمستلزمات بتاعة القفص دي مهمة جدا. الطير لما بيلاقي الدنيا مظبوطة معاه إن شاء الله بيبدأ يشتغل. أهو الزوج أهو ما شاء الله، يبدأ الذكر يأكل الأنثى وتمشي دورة الإنتاج طبيعية والتغذية. تمام. الطيور أهي ما شاء الله، إن شاء الله بإذن الله احنا كنا عارضين طيور ذكور من دي، ذكور بلو سكاي فول بادي للبيع. تمام. هي الذكور دي زيادة عندي كمية ذكور زيادة، فاللي محتاج إن شاء الله يعني يتواصل معايا وأنا تحت أمر أي حد. والدنيا مرتاحة خالص وأنا تحت أمركم جميعا. أهم حاجة إن احنا كلنا بتجمعنا هواية واحدة، وإن احنا كلنا يعني نحب بعض في الله كده، وإن احنا بنعمله مع الطيور ده كله يبقى دايما في الأول لوجه الله، قبل ما يبقى لل... للتجارة أو يبقى للبيع أو يبقى الكلام ده كله. لا، لازم يبقى لوجه الله. أنا بغذي الطير لوجه الله، أنا بتعب مع الطير لوجه الله، وربنا هيكرمني. يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد إن شاء الله بإذن الله. طبعا شايفين الطيور في القلش، الطير ده مش تعبان، بس الطير ده بصوا لسه صغير في القلش، في القلشة الأولى. شايفين القلش بيبقى مرهق للطير ازاي. تمام. فاكرين العصفور اللي انا قلت لكم من يومين ده كان بيقلش، كان قصدي كاشف، طلع بيقلش اهو. عصفور اهو ما شاء الله، لقيته النهارده بيقلش اهو، بيقلش في وشه. فالحمد لله لما احنا بنبقى متابعين الطير. تمام. الحمد لله ان الطير طلع بس يا دوبك على قد القلش. باذن الله مع التغذيه بتاعتنا هيعدي القلش بسرعه وهيشتغل عادي ان شاء الله. لازم نهتم بالطير يا جماعه ونهتم بالنظافه. تمام. نهتم بالاكل، الميه تتغير يعني على الاقل يوم ويوم في الشتاء ماشي، ما فيش مشكله في الشتاء. نهتم بالزغاليل، نهتم بالتاكيل. اهي دي الضيفه بتاعتنا ايه اللي كانت معانا. الضيفه دي طبعا كانت محطوطه الاول في شياله، لازم نسيب الطيور في شياله الاول فتره نطمن ان الطيور تمام.
بعد كده ندخلها على طيوزة. دي الزغاليل اهي ما شاء الله. زغاليل رينبو تحت اهي. زغاليل رينبو فيها حاجات تركيبات وايت فيس وفيها حاجات جولدن فيس ما شاء الله. في حاجات متهيألي كلهم موف لأن الذكر والأنثى كانوا موف. ربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب ويكرمنا الموسم ده بإذن الله. يا رب يكون الفيديو مفيد لكم إن شاء الله يا رب، ويكرمنا بإذن الله ويكرمكم في طيوركم، وأسألكم الدعاء بقى بإذن الله. ونتمنى إن انتوا يعني نعمل إعجاب ومشاركة. عاوزين الفيديو الناس أكتر تشوفه بإذن الله. وكلنا إخوات في الله إن شاء الله. والهواية دي يا جماعة أهم حاجة فيها إن احنا يبقى في بينا كده حب، يبقى في بينا تسامح، وربنا يكرمنا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.